عندنا جوج من الترشيحات ديالك تيظهر لي بانه ترشيح ديال سعد أقصبي جا من المنطلق ديال ترسيخ اولا الديمقراطيه في المؤسسات اللي كتظهر على الرياضه كما هو الشأن بالنسبه للسياسه. لا يعقل بانه جامعه كره القدم تستثنى من هذا النهج اللي احنا سايرين فيه، خصوصا وان الرساله الملكيه اكدت على التوجهات ديال ديمقراطيه المؤسسات، وتيظهر لي بانه الوقت فاش ما كاينش نتائج تيظهر لي الناس اللي كيكونوا كيسهروا على المسؤوليه ديال الشأن الكروي بالمغرب خصهم يعترفوا بالاخطاء ديالهم، يعترفوا بانهم خفقوا ويفتحوا المجال للناس اللي يمكن عندهم درايه بالمجال الرياضي وكره القدم باش يحطوا البرامج ديالهم، والكل قابل للنقاش لما فيه مصلحة كرة القدم الوطنية. أنا لا أعتقد بأنه هناك أوراش ناجحة. إذا خدينا التعيين ديال 4 المدربين ما كاين حتى شي منظومة كروية، وهذه إهانة بالنسبة للمدرب الوطني، لأنه حنا كنعرفوا الكفاءة المدربين الوطنيين. ثانيا ما كاين حتى شي منظومه كرويه، فريق وطني تيبقى 9 شهور بدون مدرب، هذه راه ما كاين حتى شي بلاصه. ثالثا حنا غادي نلعبوا كاس افريقيا، وحنا كنعرفوا الطقوس ديال افريقيا وكنمشيو نعملوا تربصات في جهات لا علاقه لها بافريقيا. رابعا غادي نزيد ندخل لك بانه كاين لاعبين اللي ما كانوش جاهزين نهائيا. شكون كيتحمل المسؤوليه ديالهم؟ واش المدرب، واش المعد البدني، واش الطبيب الفريق، واش واحد العدد ديال الناس، ولكن كتبقى المسؤوليه للمؤسسه ديال الجامعه، لانه هي اللي خصها من قرب ما هو يتعلق بالكره الوطنيه. ما كاينش ايجابيات بالنسبه للتكوين، ما كاين والو بالنسبه للبنيه التحتيه، ما كاين والو. اذا والاموال كاينه الحمد لله، كاين سيدنا اللي عطى مبالغ مهمه رصدها للكره الوطنيه اللي ما بانش من ارض الواقع، وخير دليل هو الاكاديميه اللي رحنا امامها لم تستفيد بدرهم واحد من اي مؤسسه من المؤسسات العموميه، وهذا تحدي اللي مشينا فيه باش نعطيو مثال من اجل الاستثمار القطاع الخاص في كره القدم الوطنيه. وكيف كتعرفوا ان الاكاديميه واخده 250 طفل على العاتق ديالها وما عندها حتى شي دعم من اي جهه، وكتهيئ هاد الاطفال هادو، وهذا عمل لاي واحد كيمكن له يشاهدوا، موازاه مع كيف كتشوفوا البنيه التحتيه اللي وفرناها من عشب اصطناعي الى اخره. والحمد لله حنا ما هادشي تيفرحنا، لانه بلادنا وحنا كل ما يمكننا نعطيو هاد البلاد ما يمكننا الا نكون نصفقوا له ونمشيو في الاتجاه اللي غادي يرضي هاد المدينه اولا وبلادنا المغرب والشعب المغربي.